ومعنا مباشرة من واشنطن سيد أفشين مولافي الباحث في برنامج السياسة الخارجية في جامعة جون هوبكنز. وينضم إلينا من لندن رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط سيد سلمان الدوسري. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك سيد سلمان الدوسري. الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها من بيان القمة الخليجية الأمريكية، هل هي تأكيد على ما كان من علاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج، أم أنها ربما تكتيك آخر في اتفاق على الاستراتيجية والأهداف، ولكن في خلاف في طريقة التعاطي مع ملفات المنطقة كما صرحت أمريكا؟ مساء الخير. في تقديري أن قمة الرياض فاجأت المراقبين في النتائج النوعية التي خرجت بها، ليس لأنها وصلت للسقف الأعلى، ولكن كنا متخوفين أن جدار التحالف التاريخي بين دول الخليج وواشنطن يزداد تهمشا إذا صح التعبير. ولكن الحقيقة أن ما خرجت بها القمة، سواء الملفات التي تم مناقشتها أو المبادرات الست التي تعتبر هي ترجمة ربما للأشهر الماضية ومجموعات العمل الخمس التي اشترك فيها الطرفان، أنا أظن أن ما توصلت له القمة فاجأ المراقبين، سواء من لو تحدثنا عن نظام الإنذار المبكر، عن القوات الخاصة التي ستشترك فيها دول الخليج بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، المناورات العسكرية، جميع المبادرات الست. أنا أظن أنها نستطيع أن نقول أن هناك ما تم بلورته في هذه القمة. الأمر الآخر الذي يجب علينا أن نأخذه بالاعتبار، وكما قال الملك سلمان اليوم، أن دول الخليج حريصة يعني تؤكد على حرص والتزام دول الخليج في علاقتها وتحالفها وتطوير هذا التحالف. وهنا ما أعنيه بتطوير هذا التحالف، لأنه تحول دول الخليج شبت على الطوق، لم تعد تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية كحليف وحيد وحدها. واشنطن من تحمي دول الخليج عندما تحدث لديها أزمات لا سمح الله، تستطيع القيام بدور إلى صح التعبير. وهنا دعيني أذكر بما قالها السيد أوباما في حوار الأخير مع مجلة أتلانتيك، عندما قال أن دول الخليج تريد المنفعة مجانا، وهذا قول خاطئ تماما، باعتبار أن دول الخليج والسعودية على وجه الخصوص قامت بمبادرات واتخذت مسؤوليات إضافية في السنوات الأخيرة. أعطيك مثال واحد، عاصفة الحزم أوقفت التغلغل الإيراني دون الاعتماد على واشنطن. التحالف العسكري الإسلامي الذي أسس لقوة برية لمكافحة الإرهاب، وهو الملف الشائك الذي تراجعت عنه واشنطن ودول الغرب دون الاعتماد على واشنطن وغيره. فبالتالي المرحلة القادمة من هذا التحالف هي أقرب إلى الشراكة. دول الخليج قادرة على القيام بما ربما لم تكن قادرة عليه في السابق، وتعتمد اعتماد كبير على واشنطن، ولكنها في هذه المرحلة صحيح أنها لا تريد لهذا التحالف أن ينفك، ولكن طريقة التحالف، آلية التحالف في نظري أنها تغيرت، واليوم أكد هذه النظرة. يمكن القول أن تطوير هذا التحالف أصبح أقرب إلى الشراكة. دول الخليج أثبتت على أرض الواقع أنها قادرة على القيام بمبادرات فردية إذا ما ارتأت الولايات المتحدة الأمريكية أن تتفرج من بعيد. ومع هذا كل دول الخليج حريصة على الاستمرار في هذا التحالف، وربما القول أن إدارة الرئيس أوباما لا زالت ربما تنظر إلى هذا التحالف بمنظار مختلف عما هو على أرض الواقع. طيب، بالحقيقة سأعود إليك سيد سلمان الدوسري، ولكن دعني أسأل السيد أفشين مولافي ضيفي من واشنطن. في ملفات المنطقة هناك اتفاق كبير بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية على النظرة الاستراتيجية في مستقبل المنطقة، باستثناء ملفين: الملف الإسرائيلي لأنه موقف الدول العربية معروف منه وموقف الأمريكان معروف منه، وملف إيران موقف الدول العربية أيضا وبالذات الخليجية معروف من هذا الخوف من النفوذ الإيراني ومحاولة تغلغل الإيراني في العالم العربي. والموقف الأمريكي مختلف. الموقف الأمريكي يرى أن الخطر الأكبر والوحيد من إيران كان بإمكانية أن يكون هناك قنبلة نووية إيرانية أو البرنامج النووي العسكري الإيراني. بمجرد الوصول إلى الاتفاقية انتهى هذا الخطر، وهذا ما لا تراه دول الخليج. أما فيما بقي من ملفات فهناك اتفاق وربما حتى تطابق بين الآراء المختلفة.
هل هذا يعني أن الاستراتيجية ما زالت واحدة؟ Thank you very much. It's an important شكرا question. جزيلا. هذا سؤال وجيه للغاية، لأنه وكما تعلمون الاتفاق مع إيران قد أصبح جزءا لا يتجزأ من سياسة الرئيس أوباما الخارجية، فقد استثمر جزءا كبيرا من الجهود الدبلوماسية. ولا يخفى عليكم أن هناك شكوك كبيرة كانت تحوم لدى دول مجلس التعاون الخليجي إزاء هذا الاتفاق. الناحية المهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي أنها قد عبرت عن مخاوفها للرئيس أوباما في قمة كامب ديفيد وفي الاجتماع الأخير، ومن الضرورة بمكان للولايات المتحدة أن تبقي على علاقتين: علاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي يمكن أن تتمخض من خلالها سبل مختلفة للتعاون، مثل التعاون في مجال الأمن والدفاع والاقتصاد. وهذا الأمر قد يكون مهما في الفترة القادمة، لأنه لطالما كان هناك شعور بأن السعودية هي حليف دائم للسعودية، لكنه حليف كان يتم التحدث عنه في واشنطن من قبل بعض الأشخاص الذين كانوا ينظرون إليها بطريقة مختلفة. لكن لا بد لنا أن نتذكر أن السعودية هي واحدة من الدول العشرين الكبرى، وهي من أكبر منتجي النفط، وهي الدولة التي يؤمها المسلمون من كافة أنحاء العالم لزيارة الكعبة. هل ترون بأن أوباما قد يخالف هذا الرأي؟ كلا، أعتقد أنه بمجرد وجود علاقة مؤسساتية بين أمريكا والسعودية قد تختلف الصورة، سواء ما كان أوباما قادرا على إقناع قيادة القادة في دول مجلس التعاون الخليجي على النظرة التي يراها هو بالنسبة لإيران. هذا يبقى وجه الخلاف، لأنه كما أشار ضيفكم وأتفق معه في الرأي بأنه قبل الاتفاق قبل الاجتماع كان هناك حديث عن خلافات، ولكنهما بعد الاجتماع لاحظ الأطراف بأنهما يعيشان نفس المخاوف ونفس المشاغل. نعم، لقد كان هناك بعض البيانات التي قد أدلى بها الرئيس أوباما لعلها أثارت حفيظة بعض قادة دول الخليج، ولا سيما في مقابلة قد أجريت مع إحدى المجلات الأمريكية وأيضا مع بعض المسؤولين الأمريكيين. لكن عندما تجلسين مع مسؤولين أمريكيين وتسألينهم عن طبيعة العلاقة مع السعودية، فالعلاقة هي متينة وقوية، وهي تجمع مصالح الطرفين. وكما تلاحظون لم يكن هناك أي جندي قد تحرك من الجانب الأمريكي إلى السعودية، فالعلاقة الآن باتت أكثر قوة. وهذه العلاقة أيضا كانت قد ترجمت باتفاقية دفاعية، وهناك سبل مختلفة، ولكن العلاقات والاختلافات سوف تبقى مستمرة بين الطرفين. طيب، هل من تفسير سيد مولافي للموقف الأمريكي من إيران، يعني أحيانا نشعر أن هناك تناقض كبير في الوقت الذي فيه إيران بنظر الولايات المتحدة الأمريكية دولة داعمة للإرهاب، تدعم ميليشيات إرهابية كحزب الله المصنف أمريكيا بأنه منظمة إرهابية، في نفس الوقت يتم الدفاع عن إيران من قبل الرئيس الأمريكي في أكثر من مرة، ولا يرى خطرا على المنطقة قادم من إيران. بالعكس، عندما يكون هناك أي شعور بأي خطر فهو يطالب دول الخليج بأن تتقاسم ربما النفوذ في المنطقة مع إيران. أليس هذا تناقض في الموقف الأمريكي؟ أعتقد أنه إذا ما نظرتم إلى ما قاله الرئيس أوباما حول إيران وحول الاتفاق النووي بحد ذاته، فقد قال أكثر من مرة بأننا نرغب بإبرام صفقة نووية مع إيران بحيث يتم التخلص من هذا الملف، ولعله لا تعود إيران إلى تخصيب اليورانيوم مرة ثانية. ولكن هناك خطأ استراتيجي ارتكبه الرئيس أوباما نتيجة لهذا الاتفاق النووي، فلم يعد هناك رغبة بالتحدث بصورة صريحة حول بعض الأشياء التي أشرت إليها، مثل دعم إيران لحزب الله والميليشيات وبعض الأنشطة الأخرى التي تزعزع الاستقرار في المنطقة. على خلفية هذا الكلام فأنا لن أبالغ في الحديث كما يرى البعض، فأن مثلا الرئيس أوباما سوف يقوم بقطع علاقته مع إيران. هذا الأمر لن يحدث.
فنحن لا نرى وجهة النظر هذه تسود في أروقة السياسيين هنا في أمريكا. ما ترغب الرياض وأبو ظبي برؤيته هو أن يقدم الرئيس أوباما على رسم استراتيجية يتم من خلالها مثلا عبر وزير الخارجية كيري بالنظر إلى هذه الاتفاقية على أنها إحدى الإنجازات الأساسية، لكنهم لا يرغبون أيضا أن يكون هذا الإنجاز يكون على حساب دول الخليج ولمصلحة إيران. ما أعتقد أن الرئيس أوباما قد ارتكب خطأ أيضا في حساباته وفي وضع خط أحمر مثلا على سوريا، ولكنه لم يتصرف بعد أن استخدم بشار الأسد الأسلحة الكيماوية. يبدو بأن بعض الناس يتحدثون بأن أوباما لم يكن يرغب بالإقدام على أي تصرف لأن الصفقة أو الاتفاق النووي كان يسير على قدم وساق بالنسبة لأمريكا. وفي نهاية المطاف ما من شخص سوف ينظر إلى إيران بنظرة صحيحة وحقيقية كما تنظر إليها دول مجلس التعاون الخليجي، ولعل كانت علاقته مع دول الخليج الأضعف بين الرؤساء الأمريكيين بشكل عام. نعم سيد سلمان الدوسري، يعني أبقى معك في نفس الموضوع لأنه جزء كبير منه يتعلق بالاتفاقيات التي تمت مع الولايات المتحدة الأمريكية بالذات فيما يتعلق بالأمن والدفاع. ولما عندما نقول بأن ضرورة تحصين الخليج من التهديدات الداخلية والخارجية على السواء والتزام الولايات المتحدة الأمريكية بالدفاع عن الخليج في حال لو تعرض الحلفاء لأي اعتداء من الخارج، كل هذا يشير إلى الشكل العلاقة التي ترغب بها الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة بمؤسساتها، طالما نقول أنه مرحلة العلاقات القادمة هي علاقة مؤسساتية وليست علاقة رئيس بالنظم في دول الخليج. شكل العلاقة التي ربما تراها المؤسسة الأمريكية مناسبة بين الدول العربية وإيران. نحن لا نتحدث عن خطر على دول الخليج من إيران فقط باستثناء البحرين، يعني عندك سوريا تفككت، العراق تدمر، اليمن كان على أبواب الدمار، لبنان أصبح ولاية إيرانية. يعني المسألة لا تتعلق فقط بدول الخليج، تتعلق بدول العربية الأخرى أيضا. الدوائر الأمريكية تعي أن العلاقة بين دول الخليج وواشنطن هي حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي، وأن الأمن القومي الأمريكي مرتبط باستقرار وأمن المنطقة. ما يحدث حاليا أن الرئيس أوباما ربما هو بخلاف كل الرؤساء السابقين، وباعتباره بالإضافة إلى دوره السياسي لديه فكر استراتيجي أتى به مع عقيدة أوباما المعروف، وعلى خلاف كل الرؤساء الذين كانوا يعززون مواقف حلفائهم مقابل الخصوم. الرئيس أوباما وجد في المنطقة أنه يجب أن يعطي الخصوم دورا، وهو كما فعله مع روسيا أو إيران، وذلك كان واضحا سواء في الاتفاق النووي الذي اعتبر حتى من دوائر الأمريكية أنه مكافأة للدولة التي تقول واشنطن نفسها أن إرهابية، بالإضافة إلى غض النظر عن الأنشطة الغير مشروعة التي تقوم بها روسيا وإيران في سوريا. وبالتالي الرئيس أوباما يريد أن يمسك بتفاحتين في يد واحدة، هو يريد أن يقول لدول الخليج أن علاقاتنا معكم وتحالفنا مستمر، ولكن بشرط أن هذا التحالف مهما يحدث من إيران فإننا لن نقوم بأي فعل تجاهه. هو يريد أن ينجح هذا الاتفاق الذي جميعنا يعرف أنه فقط بس هل هناك علاقة سيد سلمان، سامحني، بين الاتفاق النووي والسياسات الإيرانية التخريبية في المنطقة؟ أصلا الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان يطلب منها خليجيا أن تكون دول الخليج شريكة في التفاهم حول الاتفاق النووي وأن يكون هذا مرتبط بتدخلات إيران في المنطقة، كانت تستثني هذا الحديث تماما وتقول أنه الاتفاق النووي والاتفاق والمفاوضات تكتيكية وتتحدث عن شيء محدد وليس عن سياسات إيرانية في المنطقة. وهنا المشكلة أن إدارة الرئيس أوباما على خلاف بعض المؤسسات الأمريكية مثل البنتاغون أو CIA هي تريد لهذا الاتفاق أن ينجح، فمهما يبدر من إيران، مهما تكون هناك زعزعة لأمن واستقرار المنطقة، مهما تكون هناك من ميليشيات تعيث في المنطقة فسادا، الولايات المتحدة تصد النظر عنها حتى على الأقل حتى تنتهي فترة الرئيس أوباما في نهاية العام الحالي. مهما تقوم وإيران تعي ذلك
جيدا، تعي أن هذا هي تضغط في هذا الاتجاه إدارة الرئيس أوباما. يعني هي اليوم، يعني لو ننظر إلى البيان المشترك كما ذكرت في سؤالك قبل قليل، فعلا هناك تناقض. يعني هو الرئيس أوباما يقول أن إيران تزعزع استقرار المنطقة وتدعم الإرهاب، يقول أن إيران تدعم الجماعات الإرهابية في سوريا واليمن والبحرين، يقول أن عودة العلاقات مع إيران تتوقف على وقف ممارساتها وتدخلاتها في المنطقة، ستردع وتواجه أي عدوان تتعرض له المنطقة. إذا كانت هذه الدولة لتقوم بكل هذه الأفعال ومع ذلك أنت تغض الطرف عنها وتقول لدول المنطقة يجب عليكم أن تمدوا اليد إليها، هناك تناقض كبير في فكر استراتيجية الرئيس أوباما، هو يناقضه. وكما ذكرت لك هو يريد أن يمسك بعلاقاته مع دول الخليج وفي نفس الوقت لا يقوم بأي فعل أمام هذه الدولة التي تصنفها بلاده بأنها إرهابية. هي عملية معقدة بالغة التعقيد، ولكن علينا أن نتعاطى. هل هذا فقط سيد سلمان بتصورك كمحلل سياسي مرتبط بتفكير أوباما، أم أن الاستراتيجية الأمريكية حول منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، حول العلاقة مع إيران مستقبلا، فيها تغير من نوع ما؟ يعني قد نفاجأ في لحظة بأن تصبح إيران حليفا للولايات المتحدة الأمريكية ويقفل هذا الملف، لا تعود لا الشيطان الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية ولا إيران دولة إرهابية. هناك 3 نقاط للرد على هذا السؤال. أولا أن أفعال إيران لن تسمح لها أن تكون حليف لدولة مثل الولايات المتحدة الأمريكية. ثانيا أن المؤسسات الأمريكية الحالية هي غير مقتنعة بهذا الفكر الذي يروجه إدارة الرئيس أوباما، ونحن نرى أن هناك تضارب في التصريحات من قبل البنتاغون أو CIA. الأمر الثالث وهو الأهم أن دول الخليج لم تنتظر أن تقدم لها واشنطن هذا التحالف بسبيل المنحة أو أن تقدم لها هذا التحالف كأنه هبة تقدمها إلى دول الخليج. هي أصبحت تقوم بدورها بنفسها، لديها من القوة. وكما قال الشيخ محمد بن زايد اليوم أن دول الخليج، مواقف دول الخليج الأخيرة أثبتت أنها تستطيع الدفاع عن مصالحها، وهي رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. فعلا يعني دول الخليج لن تنتظر من الولايات المتحدة الأمريكية أن تعطف عليها وأن تعود كما كانت، هي تستطيع أن تقوم بذلك، ولكنها في نفس الوقت لديها مصالح استراتيجية. لذلك أنا لا أظن أن، أو في تقديري أن الدوائر الأمريكية، المؤسسات الأمريكية من الممكن أن تكون لها إيران تتحالف مع إيران، لأن إيران لن تسمح لها بذلك، الأفعال الإيرانية لا تسمح لها بذلك، والأهم أن دول الخليج لن تعتمد على أمريكا 100% في الفترة القادمة. بالعكس، هذا من جانب آخر. وسؤال السيد أفشن مولافي قد يكون مرضي للولايات المتحدة الأمريكية، لأنه في المقابلة التي أشرنا إليها لأوباما كان يتحدث فيه عن ضرورة أن تقوم دول الخليج أو دول المنطقة بحلحلة مشاكلها بنفسها، يعني أن لا تعتمد كثيرا على الولايات المتحدة الأمريكية. هل من هذا الباب يأتي الآن دعوة دول الخليج أن تكون شريك أكبر في الموضوع العراقي مثلا، لأنه أوباما قرر أن يسحب جنوده من العراق وداعش احتل 3/4 العراق، فهو يريد الآن من دول الخليج أو من دول العربية، دول المنطقة، أن تكون لها دور أكبر في محاربة الإرهاب، بالذات في العراق، في العلاقات مع التكتلات السياسية ومع الأطراف داخل العراق. يعني هل يريد الآن من الدول العربية هي التي أن تتحرك وتقود؟ أعتقد أن هذا واضحا، وهذا ما يرغبه الرئيس أوباما. فهناك أقوال شائعة هناك تسري في الولايات المتحدة بأنه فلتحذروا من الأشياء التي تتمنون حصولها. فهناك توجه لدى الولايات المتحدة ومن خلال المقابلة التي أجراها الرئيس أوباما إلى إحدى المجلات بأنه قد وصف بأن هذه المقابلة أقل ما توصف بأنها غير مسؤولة ومستهترة، فأنه لا يجب على أوباما أن يصف حلفائه بتلك الصفات السلبية التي تخص دول الخليج. الرئيس الأمريكي لا يتوجب عليه بالطريقة التي ساقها أن يفتح الباب مثلا لرئيس مثل بوتين أو فلاديمير بوتين ليقول أنه إذا ما لم يدخل إلى أوكرانيا فمن كان ليحل المشاكل هناك. الولايات المتحدة هي القوة العظمى في العالم، وهنا إذا ما كانت تقود لا أعني بأنها تقود عسكريا فقط،
الولايات المتحدة يمكنها أن تستخدم قدراتها لجمع الناس تحت سقف واحد من خلال إرهاف السمع للحلفاء ومن خلال عدم إدخال لاعبين جدد يخالفون الأغلبية. وعندما يحدث هذا الأمر قد يكون الأمر غير معقد. كما بدأنا في مطلع هذه المقابلة قلنا أن العلاقة بين دول الخليج والولايات المتحدة هي علاقة تاريخية وقد بدأت منذ القرن الماضي. الرئيس إذن كان لا يجدر به أن يتحدث إلى مجلات، بل كان يجدر به التحدث إلى مؤسسات فكرية ومؤسسات استراتيجية. لكن إذا ما عدنا إلى تاريخ التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي، فهذا المجلس الذي تأسس في ثمانينيات القرن الماضي هو الذي تم من خلال تشكيل مجموعات عمل وتأسيس تلك الدول الخليجية الثمانية التي تجمعها علاقة وطيدة حتى في الفترات العصيبة التي تواجهها. يعني حتى بالإشارة لهذه المقابلة التي نشير لها التي أجراها الرئيس أوباما، وصفت حضرتك بأنها غير مسؤولة ومستهترة. هو الحقيقة لم يرحم أحد، يعني لم تكن مخصصة حول دول الخليج. تحدث عن حلفائه من الدول الأوروبية وتحدث عن أردوغان بشكل سلبي. لم يكن في مقابلته وفي حديثه حمل وديع إلا إيران، ما لها علاقة بكل ما يجري في المنطقة. سيد أفشين مولافي، الباحث في برنامج السياسة الخارجية في جامعة جون هوبكنز، ألف شكر لك على المشاركة معنا. سيد سلمان الدوسري، رئيس تحرير جريدة الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا. وسنتابع